السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنوريكم وهنعمل مع بعض ازاي الجبن القريش الفلاحي في البيت. دولا بسم الله ما شاء الله. 5 كيلو لبن بقري. الكيلو اللبن البقري ب20 جنيه بس. دلوقتي في المحلات ب22. بقاله أسبوع في المحلات ب22، لكن عند الفلاحين ب20 جنيه، يعني 5 كيلو ب100 جنيه. طبعا الجاموسي الكيلو ب32 جنيه. ففي فرق شاسع طبعا، دي لبن بلدي ودي بلدي، يعني حاجات مضمونة، فده أضمن. فده لبن بقري 5 كيلو، هنعمل منهم جبن قريش. زي ما احنا شايفين كده. هي بقى لها دلوقتي يومين انا حطاها في الحلة كده. المفروض هو لبن الشتاء افضل وجبنة الشتاء افضل، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. والمفروض كنت سبتها بحطها في التلاجة، بس بصراحة انا سايباها على رخامة المطبخ، ما حطيتهاش في التلاجة، بس لو اتحط في التلاجة افضل. وعارفين طبعا اللبن بيبقى خفيف والقشطة بتبقى ايه، صغير في الصيف، لكن في الشتاء الخير كتير. طلعنا ما شاء الله الطبق القشطة دون. طبعا تحطيه هو سايح طبعا كله في بعضه كده، لما تحط في التلاجة هتمسك قوامها شوية. تاكليه قشطة زي ما هو بقى، تضربيه سمنة انت حر. وهنا على الحوض بتاع المطبخ فردة الحصيرة بتاعت اللي هكب عليها اللبن. انا ده شال ابيض عاملاه مخصوص، بفرده على الحصيرة كده، بحيث ايه اللبن لما يكون مش ماسك نفسه قوي كده. اللبن البقري عادة ما بيبقاش ماسك نفسه قوي كده، قليل مرة ما يمسك نفسه. بص بعمل كده اهو، برش دلوقتي ملح، فبحط الشال ده ابيض مخصص اللي انا عاملاه مخصوص للجبنة. وفي اي علقة عندك في المطبخ بتقومي معلقاه زي كده، بيصفي بقى. انا عملتها بالليل وهنشوفها مع بعض الصبح ان شاء الله. هنا هو الفيديو، تكملة الفيديو بعد ما فضت الشرش بتاعها كله طول الليل في قلب الحوض اهون. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تاكلي احلى جبنة قشطة باذن الله من عمايل ايدك، ضامنة نظافتها وجودتها وكل حاجة. ووفرتي، معلش ال100 جنيه دي انت مش هتجيبي بيها كيلو جبنة من بره، وهتجيبي بيها نص كيلو قشطة زي اللي طلع. انا منزله فيديو في الشورتس اللي هو الجبنه الجاموسي، دي كانت على قناتي في برنامج تاني، فانا نزلت الفيديو كده. هجيب لكم برضك طبق القشطه اللي كان طالع من هناك وهوريكم. الله اكبر الله اكبر كانت عامل ازاي. هصور الفيديو وهوريه لكم. ادي الجبنه بسم الله ما شاء الله، قوامها متماسك جدا وحاجه حلوه وناعمه، مش حاجه بقى من اللي منفخه وحشه حاطه، لا لا. بصوا الله اكبر ما شاء الله. بصوا قشطه زبده في ايدك، لا منفخه بقى ولا اللي هي طعمها مش حلو بتاع الصيف دي، لا. بصوا زبده على ايديك يا خالص اهي، جميله. جبنه قشطه طبيعيه بدون مواد حافظه بدون اي حاجه، ما شاء الله الله اكبر. طلعتي كيلو جبنه اهون، شوفوا كيلو الجبنه بكام بره دلوقتي. وطلعت بتاع نص كيلو قشطه. تمام، نص كيلو قشطه. عايزه تاكليه قشطه، عايزه تضربيه بايدك وتعمليه تحوليه لسمنه بلدي، يبقى انت الكسبانه في كلتا الحالتين. يبقى انت ب100 جنيه طلعت، شوفي قد ايه، طلعتي كيلو جبنه اللي هو ب65 جنيه بره، احنا عندنا في البلد ب65. وطلعتي نص كيلو قشطه. ماشي، نص كيلو القشطة احنا عندنا السمنة ب220، يعني والسمنة زي القشطة النص كيلو ب110. في ناس بيبيعوه ب100، طبعا دي عشان قشطة بقري ماشي، دي ب100. قشطة البقري عندنا ب100. قليل حد اللي بيبيعها ب90 جنيه هي واحدة، وأساسا ما عندهاش، يعني معظم الوقت تروحي تقول ما فيش. أتمنى يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله بإذن الله. هنزل لكم بالفيديو بتاع الجبنة الجاموسي. هو فيديو قديم، هو فيديو قديم ليا، بس انا بوريكم